بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الرأي العام، موضوع بيان كما تعلمون تم استهداف المجتمع الإيزي في عديد من المرات تحت ذرائع سياسات مختلفة بالقوة وبهدف إنهاء وجود الإيزيدي في 3/8/2014 بهدف إبادتهم بعد تسليم قضاء سنجار من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وإهمالها من قبل الحكومة العراقية. ارتكب تنظيم داعش الإرهابي جرائم إبادة جماعية بحق أهالينا، وكان هدف العدو القضاء علينا ولكنه لم ينجح. نحن كأهالي مجمع قهبل وزورافا ندين ونستنكر مباحثات واتفاقات بين حكومتي الأقليم والمركزي الآن بشأن سنجار. لن نقبل أي تفاوض أو تغييرات أو مناقشات أو قرارات لسنا طرف فيها. أي قرار غير مرتبط بمصالح هذا المجتمع لن نقبل فيها لكي تنجح هذه المباحثات والنقاشات. يجب أن تكون طرف من الأطراف الأساسية يتم الاعتراف بحقوقنا، وبخلاف ذلك غير قبول أي مناقشة أو تفاوض. إننا مع المباحثات وسلام إيجاد الحلول الجذرية بشرط أن تكون هذه المباحثات والاتفاقيات والحلول تكون في خدمة شعبنا ومتزامنة مع الواقع شنغار مكوناتها. ومن هنا ندعو جميع المكونات السنجار إلى دعم الصمت وعدم مبالاة بالقرار الذي تم اتخاذها بحق مصيرهم، وهذا القرار بمتانة استمرار الإبادة. نعم لاستقلال السنجار. سر اوات حاجزت بايفم ام قبولنا كن عراق و بيجمرغا خوب بغنايك وبين الشنغال ام جيرا قبولنا كن هكا مثل مير قبول بكنا مشين قبولنا كن وچما هكا هيشكا بيجمرغا هيشكا شنغال رزگار كرينا حوالا قلنا حوالا قمت هون الشنغال بالسحبن در كفن هيشكا حوالا الشنغال سحبينا چما نهاتن خلنا حكومة عراقي ونا كردا چما خل شنغال نكرنا خوي هستين ما أفشان سالا الشنغالن همول قاداينا ونا آخرينا ونا أون تكوم دستال قادات أو كرينا أم جرقة بقولنا كنا بيجمرجا ونا يكبيا آخر شنغال هكال ما دايكا مايا كتكبا آخر شنغال ناكبي ومل بر هموا سكنن ومل بر سوا هموا دن.